بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج محكمات. نتناول اليوم آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي اشتملت على جملة من الأحكام والآداب والقيم. وفي الآية 10 منها يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحديث سيكون عن الأخوة، هذا الأصل العظيم الذي يعتبر من القيم التي ترتبط بالتوحيد وترتبط بالولاء وترتبط بالمحبة بين أهل الإسلام وترتبط بأواصر عظيمة جدا. فالله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن أخوة الإيمان وأخوة الدين وأخوة الرسالة، هذه الأخوة التي قصرها الله تبارك وتعالى في الآية بقوله حصر وقصر: إنما المؤمنون إخوة. فكأنما ليست هنالك أخوة إلا هذه. هذا المعنى الذي يفهم في سياق اللغة، إن والله الأخوة الحقيقية والأخوة الشرعية المعتبرة هي أخوة الدين. ولكننا إذا تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا نضرب بعضه ببعض، نلاحظ بأن الأخ تطلق في سياقات مختلفة. هنالك سياق أخ أو إخوة يطلق في السياق النسبي، فالإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأم إلى غير ذلك من الإخوان، وخاصة في قضايا المواريث في كتاب الله، فإن كانوا إخوة يعني يعبر عنهم بالإخوة أو بالأخ. فهنا هي أخوة النسب، الأخوة النسبية، وهذه معروفة عموما. يطلق، وربما هذا السياق العرفي المعروف، أنه يطلق الأخ على من كانت تربطك معه صلة، لأن كلمة الأخ بشكل عام سواء كانت في الدين أو في غير لابد أن تكون هنالك علاقة وصلة تجمعك به. فهنا الصلة الموجودة في هذا النوع من الآيات هي الصلة النسبية. النوع الثاني في كتاب الله تبارك وتعالى يطلق على الصلة القبلية أو صلة القبيلة، وصلة القرابة في القوم، أو صلة القرابة في الوطن والديار، مثل وإلى عاد أخاهم هود وإخوان لوط، مع أننا نعلم أن لوط عليه السلام لم يكن من القوم الذين بعث فيهم، ولكنه بما أنه ساكنهم وعاشرهم وهو من ديارهم وهو من أوطانهم من وطنهم أطلق عليه بأنه أخ لهم. وكذلك سائر الأنبياء، صالح أخ لقومه وهود أخ لقومه، هكذا في الاصطلاح القرآني. إلى ثمود أخاهم صالح، إلى عاد أخاهم هود. إذن هذه المفردة هنا تأتي في سياق قبلي، أي القبيلة، ارتباط القبيلة. فإذن هنالك أخوة نسبية قريبة، وهنالك أخوة نسبية قد تكون بعيدة، وهي القبيلة والديار والمساكنة. الثالث هو الأخوة المتعلقة بالتحابب والمودة، وهذه تطلق لأهل الجنة في كتاب الله تبارك وتعالى: إخوانا على سرر متقابلين. فهنا كلمة الإخوان هي إنهم متحابين مترابطين، ليس بينهم عداوة، لأنه نزع الله ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. هذه الاستعمال الثالث في كتاب الله. الرابع هو الصاحب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فهنا يتكلم عن صاحبه، ليس أخوه في النسب بطبيعة الحال، ولكنه صاحبه فأطلق عليه أخ. الخامس هو الشبيه والنظير. فالشبيه والنظير يطلق عليه كذلك أخ. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي أخت هنا بمعنى النظير والشبيه، أي شبيهتها ونظيرتها والعياذ بالله ممن سبق في نار جهنم. إذن السادس في الاصطلاح القرآن وفي استخدام القرآن لفظة أخ هي التي نحن بصددها اليوم، وهي أخوة الدين، أخوة العقيدة، أخوة الإيمان. ولكن كل ذلك مع أن القرآن أورد فيه مصطلح الأخ
وأطلق هذه اللفظة، ويمكن بهذه الاعتبارات أن نطلقها، ولكن الله تبارك وتعالى حصر تحديدا هنا معنى الأخوة، وهذا المعنى الذي نرمي إليه في هذه الحلقة هو حصر الأخوة في الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. لاحظ هذا المعنى الدقيق، هذا المعنى الجميل. يقول لك إن من يكون معك متصل بالإيمان، متصف بالعقيدة الواحدة، ارتبط معك بالإسلام، فهو الأخ الحقيقي لك، هو أخوك. إنما المؤمنون إخوة. والسياق الذي وردت فيه هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى: سبقت بآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن السياق العام الذي وردت فيه سياق القتال، ومع ذلك في ظل وجود قتال الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. وفي سورة البقرة كذلك في سياق آية القصاص يذكر الله تبارك وتعالى: فإن عفي له من أخيه، مع أنه حصل قتل ولكن يحصل عفو من الأخ لأخيه. فنلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول لنا حتى في حالات الشقاق، في حالات القتال، في حالات الدماء التي بينكم، لكن أنتم إخوة، أنتم إخوة. والإخوة مهما حاولوا أن يبتعدوا عن بعضهم البعض، والمثل الدارج يقول: الدم إيش؟ الدم عمره ما يبقى موية، مش كده؟ هذا الاصطلاح الدارج الذي عرفه كثير من الناس. إذن هنا أخوة الدين لا يمكن أن تتلاشى، يعني أخوة الدين لا يمكن أن تتلاشى نتيجة اختلافات أو نتيجة إشكالات هنا وهناك، ولكن الأخوة باقية، الأخوة باقية. ولكن هذه الأخوة يجب أن يكون لها حقوق. أولا نريد أن نقول بأن نحن أهل الإسلام أخوة. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخ لك، سواء كان في الهند أو في المغرب أو في الصين أو في أمريكا أو في أوروبا. أمة الإسلام كلها تربطها أخوة خاصة، بغض النظر جمعتهم ولاية سياسية ما جمعتهم ولاية سياسية، كانوا في دولة واحدة، في دول مختلفة، في أعراق متباينة، إلا أنهم أهل الإسلام إخوة فيما بينهم. فالله عز وجل هنا يؤكد هذا المعنى العظيم: إنما المؤمنون إخوة. ثم بما أن السياق كان الحديث عن طائفتان اقتتلتا فيما بينهما، يقول الله سبحانه وتعالى: بما أنكم إخوة فإذا ما حصل قتال بين فئتين أو بين رجلين أو بين قبيلتين أو بين شعبين فأصلحوا بين أخويكم. يعني قد تحصل طبيعة الحال، الحياة فيها إشكالات، فيها تظالم، فيها تضارب المصالح، فيها إشكالات، فيها الحسد، فيها الدوافع الشريرة إلى غير ذلك. وأهل الإسلام ليسوا كلهم أنبياء ولا رسل، ولكن فيهم العصاة وفيهم السابقون بالخيرات، فيهم المقتصدين، فيهم من يتقدم في جانب ويتأخر في جانب آخر. ولكن الله عز وجل يقول: إذا حصلت بينكم إشكالات أو حصل تنازع فأصلحوا بينهما. والصلح في حقيقته فض النزاع، يعني احرصوا أن تفضوا النزاعات فيما بينكم. وهذا خطاب لأمة الإسلام قاطبة. إذا ما رأت شعب من الشعوب حصل بينه احتراب، حصل بينه قتال، حصل بينه إشكالات، بدل أن تؤجج هذه الصراعات أو تؤلب بين المتخاصمين، إن الله سبحانه وتعالى وجههم إلى مفهوم الصلح. والصلح بطبيعة الحال ليس حكما، لأن الحكم يقتضي أن يكون بالعدل، فلا تستطيع أن تتنازل عن شيء. ما دام ذهبت إلى القضاء فإن القاضي مأمور بأن يحكم بالعدل. ولكن الصلح هو مرحلة تسبق غالبا قضايا التحكيم، فيكون فيها تنازل إما من طرف واحد أو تنازل من الطرفين وصولا إلى منطقة وسطى، حتى يستطيع الطرفان العيش معا والتصافي بعد ذلك. فأصلحوا بين أخويكم. ثم ختمها الله تبارك وتعالى بقوله: واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللافت هنا سبحان الله كأنما الله سبحانه وتعالى يقول: الأخوة يحافظ عليها بالتقوى، والصلح يتطلب التقوى، والتقوى تحقق لنا أمر مهم جدا، وهو صد العدوان وترك العدوان. لماذا؟ لأن التقوى في حقيقتها مناقضة للعدوان. يعني الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله عز وجل أراد منا أن نحقق التقوى التي هي ترك العدوان. فهنا حالة الصلح، حالة الاحتراب تتطلب تقوى. يعني إذا لم يتقي كل طرف
فإن الأمر سيكون خطيرا. ولذلك حتى في سورة الأنفال الله تبارك وتعالى ربط الصلح أيضا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهنا نلاحظ الإصلاح يرتبط بالتقوى، التقوى بين المتخاصمين والتقوى بين من يقوم بالإصلاح حتى لا يميل لصالح طرف على آخر. وهذه التقوى المؤدية للإصلاح تتنزل معها رحمة الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ختاما هذه الأخوة حتى نرعاها وحتى نحافظ عليها، فإن الله سبحانه وتعالى فرض لها واجبات، يعني هنالك واجبات، هنالك حقوق لا بد أن تؤدى. فأول حق من حقوق الأخوة حق النصرة، فإن الأخ لا يخذل أخاه، ينصره ويؤيده ويقف معه ويسانده، ولكن ينصره فيما هو حق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال تمسكه أو تحجزه عن الظلم. فالنصرة التي تكون في الحق، التعاون على البر والتقوى، المناصحة كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه كما ورد في بعض الأحاديث، والنصح لكل مسلم. وكذلك من حقوق الأخ لأخيه كما جاء في الحديث رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنائز وغيرها من الحقوق التي هي منثورة حقيقة في العديد من الأحاديث، قد لا يسع المقام الآن لتفصيلها، ولكن هذه الحقوق هي سياج يمكن للإنسان إن شاء الله أن يحرس بها الأخوة. وفي نفس الوقت إذا كانت هذه الحقوق فهنالك محرمات، وهو المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلى غير ذلك من النصوص التي حددت الواجبات وحددت الحرمات كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.